شيراز حمو، عضو منسقية مؤتمر ستار. طبعا نحن نشهد توسع في الحملة العالمية التي أطلقت من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان جسديا وحل القضية الكردية. هذه الحملة التي لقت صدى واسعا جدا على المستوى العالمي، طبعا بانضمام أكاديميين ومثقفين وحركات ديمقراطية، القوى الديمقراطية والاشتراكية، طبعا إيمانا منهم بأن فكرة العصرانية الديمقراطية هي التي ستكون سبيل الخلاص من الأزمات العالمية الموجودة وعلى كافة الأصعدة. طبعا هذه الفكرة التي ترسخت بأذهان كل المؤمنين بها، طبعا بعد تحليلات وقراءة الواقع الموجود والمقارنة التي قاموا بها مع السياسة والتطورات التي تسري على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي، فالنتائج التي أدلت بها العصرانية الديمقراطية، وإن قلنا نتائج مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، أثبتت صحة ضرورة ترسيخ العصرانية الديمقراطية والنضال من أجل ذلك. وأيضا إلى جانب ذلك ما أضفت على المصداقية أيضا هي ثورة المرأة التي ساهمت بكل منجزاتها ومكتسباتها في ترسيخ مفهوم الديمقراطي ومفهوم الحرية بكل معانيه، انطلاقا من أن حرية المرأة هي حرية المجتمع. إذن كل هذه التثبيتات التي تلمسناها على أرض الواقع كانت الدافع الأساسي لأن تلقى هذه الحملة صدى واسعا، سواء كان على المستوى المحلي سواء كان على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال انضمام النساء أيضا، ومن خلال انضمام كما قلنا أكاديميين على المستوى الإقليمي أيضا ومثقفين لهذه الحملة، وأيضا على المستوى الدولي. إذن من الضروري جدا الارتقاء بسوية هذه الحملة، أيضا النضال أكثر من أجل أن تلقى هذه الحملة لاحتياج الفرد لأن يتغذى من هذه الفلسفة حتى يستطيع أن يقاوم السياسات العدائية، سياسات الاستبداد، السياسات الاستعمارية، سياسات العبودية، وخاصة في المجال النسوي. هناك إقبال كبير جدا على قراءة مرافعات القائد من قبل النساء، وذلك أيضا لأنهم تلمسوا فلسفة القائد على أرض الواقع من خلال ثورة المرأة التي قاموا بها، ومن خلال المنجزات التي حققوها مقارنة مع المناطق الأخرى أو مقارنة مع مناطق من العالم أيضا وما تشهده النساء. لذلك فهذه الحملة ما زالت مستمرة. طبعا أدلت لجنة الصحة أيضا بمؤتمر ستار ببيان حول الوضع الصحي للقائد. ظروف التي تفرض على القائد في سجن إمرالي هي ظروف صعبة جدا. الوضع الصحي ما زال مجهول ما يعاني منه القائد، لذلك كانت هناك منادات للمنظمات الأممية، ونحن بدورنا أيضا ننادي المنظمات الأممية ولجنة مناهضة التعذيب للكشف عن الوضع الصحي للقائد، وأيضا السماح باللقاء القائد سواء كان للأهل وسواء كان للمحامين، وأيضا يعني بعد مرور 25 عاما من الضروري جدا إعادة
النظر بما تقوم به المحاكم الأوروبية بحق القائد عبد الله أوجلان. طبعا نحن كمؤتمر ستار وكنساء أيضا أعلنا الانضمام إلى هذه الحملة ونساهم ونقوم بالفعاليات اللازمة. هذه الفعاليات طبعا تختلف بأسلوبها. هناك مثلا المثقفين ومنهم أيضا الرسامين الذين ساهموا برسم على الجدران، وأيضا هناك حملات توزيع كتب القائد، وأيضا هناك حملات قراءة مرافعات القائد عبد الله أوجلان. ومن الفعاليات أيضا هناك طبعا محاضرات وندوات وملتقيات وكونفرانسات. أيضا إلى جانب ذلك المسيرات التي تقام سواء كان على المستوى العام تضم كافة فئات المجتمع، وأيضا هناك مسيرات خاصة بالنساء تكون بقيادة النساء. هذه المسيرات التي تعبر عن مدى ارتباط المرأة وارتباط الشعب بفلسفة القائد، التي طبعا كانت الدعم لهم للخروج من القوقعة التي وضعوا فيها من قبل الأنظمة القوموية ومن قبل الأنظمة الاستبدادية، المحاولين دائما أن يكون هناك حالة عبودية سائرة ودائمة على المجتمع، وأن لا تكون هناك شمس الحرية ساطعة على هذه المجتمعات. لذلك كانت هذه المسيرات وجميع الفعاليات هي رسائل من قبل المجتمع ومن قبل المرأة خاصة إلى جميع المنظمات الأممية وإلى المحاكم الدولية الأوروبية وإلى من ساهموا في المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان وقاموا بارتكاب هذه المؤامرة. كانت رسائل واضحة جدا بأن الشعب والمرأة متمسكون بفلسفة القائد. ونقول كنساء وكمؤتمر ستار سنعلي من وتيرة النضال من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان جسديا، وسنستمر في نهج خط المرأة الحرة، وسنرسخ أكثر من فلسفة تحرير المرأة التي أهداها القائد للمرأة، وسنتكاتف كنساء لتشكيل كونفدرالية نسوية من أجل مواجهة السياسات الاستبدادية وغيرها من التي طبعا تمارس بحق المرأة.